ده تقريبا اكتر فيديو انا كنت متردده ان انا انزله، علشان يعني هو مين عايز يشوف رز بالشعريه؟ بس كام حد طلبوا مني وانا نفسي ما كنتش بعرف اظبطه لحد فتره مش من بعيده قوي، فقلت اوريكم انا بعمله ازاي. ومبدئيا عشان تاكلي احلى شويه رز لازم سمنه بلدي مرمله. طبعا ممكن تعملوا زيت نباتي او زيت زيتون، بس ده لا يقارن بالسمن البلدي. اهم حاجه لو انتم مبتدئين في عمل الرز ما بتعرفوش تظبطوا معيار الميه بالعين، ثبتوا الكوبايه اللي هتعايروا بيها كل حاجه. انزل الشعريه تتحمر على نار هاديه تقريبا مستمر عشان تاخد كلها نفس اللون. هنحمرها كويس لحد ما لونها يكون غامق شويه، يعني اغمق من الجولدن بشويه بالظبط، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. هضيف الرز المصري مغسول ومتصفي كويس. النسبه ما بين الرز والشعريه ترجع لتفصيلكم الشخصي، انا بحب يبقوا الاثنين قد بعض، كوبايه شعريه عليها كوبايه. بحس الشعريه كل ما كترت كل ما كان الرز طعمه احلى. اظبط بقى الملح ورشه فلفل اسمر واقلب الرز كويس عشان يتغلف بالسمنه. معيار الميه بقى، كوبايه الشعريه بتاخد كوبايه ميه، كوبايه الرز بتاخد كوبايه وربع من الميه. انا ضفت كوبايتين وربع من الميه مغليه وسبتهم على نار عاليه لحد ما اتشربت وعملت الحفره دي. هدي النار على الاخر وطبعا اغطي الحله بتاعتي، ويستحسن ان انتوا تحطوا تحتها الشياطه علشان الرز يحب النار الهاديه قوي. واحسبوا من 20 ل 25 دقيقه ما تفتحوش عليه. ونصيحتي قلبي الرز بشوكه مش بمعلقه، ده بيخليها تكون فلافي اكتر ومتعجنه. انا فتحت عليه بعد 20 دقيقه تقريبا كان استوى مفلفل، ريحته جايبه اخر الشارع. في ناس طبعا تحب تضيف معلقه سمنه بلدي كمان في الاخر، فص ثوم مهروس في الاول. انا بشوف ان ابسط حاجه هي احلى حاجه وبس كده.